أهلا بيكم في مساحتنا الآمنة اللي خلقناها هنا مع بعض، اللي بنجمع فيها من القلب والعقل والوعي والروح. انتوا طلبتوا مني ان انا اتكلم عن الريليشن شيبس، العلاقات. فالنهارده الفيديو هيكون على العلاقات. للي ما يعرفنيش، انا ريهام، انا طبيبة نفسية ولايف كوتش ويوجا تيتشر وصانعة محتوى تهتم جدا برفع الوعي. فخلينا نبتدي في الموضوع. العلاقات دايما سؤال من أكتر الأسئلة اللي بتطرح علينا كمختصين، لأن هي حاجة مهمة جدا في حياتنا كبني آدمين، وكلنا بنبقى عايزين نعرف آه، نحل اللغز بتاع العلاقات. وفي أسئلة جدا متكررة في القصة دي بالذات. يعني أول حاجة عايزة أتكلم فيها هي فكرة إنه المفهوم بتاع إن أنت محتاج تحب نفسك الأول عشان تقدر تخش في علاقة، لأن ده من الحاجات اللي بنسمعها، ان انت ما تقدرش تكون في علاقة سوية او سليمة الا لما تحب نفسك. هو يعني جزئيا الفكرة دي صحيحة، ان انا عشان ابقى في علاقة مع حد محتاج الاول اكون في علاقة كويسة مع نفسي. لكن هي فكرة انه ازاي اوصل لده اصلا، ازاي اوصل ان انا اكون في علاقة سليمة مع نفسي عشان تبقى علاقتي بالاخر كويسة. هي عاملة زي عارفين زي البيضة والفرخة، مين الاول؟ العلاقات هي المرايات الأساسية اللي بتخلّينا نعرف نَفْسنا، اللي بتخلّينا نقدر نشوف إحنا إيه. يعني فأنا علشان أقدر أحب نَفْسي أنا محتاجة على فكرة أخُش في علاقة. ففكرة إن أنا محتاجة أبقى healed علشان أخُش علاقة، دي مش فكرة صح. فكرة إن أنا أبقى healed عشان أبقى في علاقة سليمة ممكن تبقى فكرة مضبوطة. طَب هل أقدر إن أنا أheal جوّه علاقة والعلاقة تتحوّل لمضبوطة بعد كده؟ أيوه، لو الشخصين عندهم نفس الvalue، عندهم نفس الهدف، إن هُم الاتنين عايزين إن هُم يتطوّروا وينجحوا مع بعض. فدي يعني دي بتبقى من الأسئلة الهلامية اللي ما لهاش إجابة محددة، لإن هي بتعتمد على الشخص عايز يعمل ده والّا لأ، الشخص اللي أنت معاه في علاقة أنت عايز تعمل ده والّا لأ. يعني مش بتكون حاجة مفتوحة. فإحنا بنحتاج طبعًا نحب نفسنا الأول وكل حاجة، بس إحنا بنحب نفسنا وبنheal من خلال العلاقات ومن خلال إن يكون عندي شريك. آمم، فعشان كده أنت محتاج تخش علاقات. بس هي الفكرة إن إحنا لمّا بنسأل السؤال ده إحنا ما بنبقاش عايزين نغامر، بمعنى أنا عايز أول علاقة أخشها، تاني علاقة أخشها هي دي تبقى العلاقة الحقيقية الوحيدة اللي هتكمّل معايا، زي ما يكون السؤال وراه خوف من الألم، خوف من إن أنا يعني أتوجّع. وهي الفكرة إنه أي نضج في الدنيا ما بيحصلش من غير ألم. فلو هنصلّح بعض المفاهيم عن العلاقات النهارده، هي أول مفهوم إن أنا لازم أكون شخص سليم عشان أخُش علاقة. لأ بالعكس، العلاقة هي اللي ممكن تساعدني بعد كده أبقى كويس، لإنها هتفهّمني حاجات كتير عن نَفْسي وهتبقى مراية. تاني حاجة إنه علاقتي الأولى أو التانية هي علاقة يجب أن تكون علاقتي الأخيرة. ما فيش حاجة اسمها كده. إحنا ما نقدرش نضمن إن علاقتنا تبقى أولى، أخيرة، forever. ما نقدرش نضمن ده، حتى وإحنا بنتجوّز ما نقدرش نضمن إن إحنا هنكمّل. فدي تاني حاجة محتاجين نشيلها من دماغنا وإحنا بنتكلّم على موضوع العلاقات، إنه إحنا مش ضامنين وما ينفعش نضمن وما فيش طريقة نضمن بيها. ف it's okay إن أنا أكون مش كامل، it's okay إن أنا أكون مش healed، وit's okay إن العلاقة اللي أخشها الأولانية، التانية، التالتة، العاشرة ما تكونش هي العلاقة اللي هتكمل طول عمري. وإنه يُفضّل إن أنا ما أدوّرش على ده actively، لإن أنا لمّا أكون يعني بادوّر على البقاء أكتر ما بادوّر على جودة العلاقة، هنا ده اللي إحنا بنخش بقى فيه في علاقات abusive. تالت حاجة محتاجين نعرفها لو هنتكلم عن العلاقات، إنه أهم عامل من عوامل نجاح العلاقات أو فشلها أو إنك تفهم نفسك بصفة عامة، هو إن أنت تعرف نمط تعلُّقك. ونمط التعلُّق بتاعك عشان تعرفه عمرك ما هتعرفه غير من خلال علاقة. يعني أنت هتعرف إزاي إذا كنت أنت تجنُّبي والّا كنت قَلِق والّا كنت تجنُّبي قَلِق والّا حتى آمن؟ ده من خلال ردود أفعالك جوّه العلاقات. فإزاي إحنا محتاجين نبقى healed قبل، مش هينفع إحنا بنheal within، بنheal جوّه العلاقة. فطبعًا معرفتي بإن أنا نمط تعلُّقي A، B، C أيًا كان، ده بيخلّيني later أعرف أختار علاقات أتوفّق فيها أكتر. فإحنا بنحتاج نخُش بنوع من العَمى، نكتشف وبعد كده نختار أفضل. إيه اللي بيخلّينا stuck؟ إن إحنا عايزين الأبدية،
إن إحنا بنخش العلاقات الego بتاعنا بيبقى fragile جدًا، مش عايزين نسمع إن إحنا فينا أي عيب، وده حقيقي حصل يعني شُفته كتير جدًا في الناس اللي بتستشيرني، هي بتبقى جاية عايزة تسمع إن الشخص الآخر وِحِش جدًا، وإن الشخص الآخر أذاها جدًا، لكن مش عايزة تسمع هي إيه مشكلتها. والناس اللي ما بتسمعش هي إيه مشكلتها دي اللي ما بتتطورش، دي اللي ما بتعرفش بعد كده تخش في علاقات سليمة، لإن هي مش عايزة تسمع. وفي ناس بقى ودول يعني في قطاع من الناس بيسمع يعني بيبقى عايز يسمع الشخص اللي قدامه وِحِش في إيه، وهو مش عايز يسمع أي حاجة سلبية عن نفسه، ب ب بيبقى في هشاشة في الego. في نوع تاني بيعمل نفسه بيسمع، بس بيخرج مش فاهم، أو بيخرج متعمد إن هو اللي سمعه ده ما يخشش جواه. يعني فتلاقيه يمثل إن هو متفهم، إنه فهم إن هو مثلًا عنده مشكلة هنا أو مشكلة هنا، لكن الego جوّه بيبقى شاطر جدًا وأذكى، وبيخلّي كأن المعلومة دي ما تخشش. عشان كده الوعي والنضج بيطلع في الحياة نفسها وفي الاختيارات وفي كده، ما بيطلعش أوي في أنا دماغي فكّرت إزاي، لإن في ناس كتير جدًا بتعتقد إنه لو أنا بافكّر بطريقة معيّنة وأفكاري وصلت لدرجة معيّنة من النضج فأنا نضجت. ده مش حقيقي، لإن الأفكار أصلًا ما لهاش علاقة بالنضج، النضج بيحصل على مستوى شعوري. أنت ناضج على قد ما أنت ناضج شعوريًا، مش أنت ناضج على قد ما ناضج في تفكيرك. هو التفكير ممكن يؤدي لنضج شعوري بعد كده، لكن هو مش علامة على إن الشخص ده ناضج. دي حتّة تانية برضه، عشان أنتم لمّا بتجيتوا attracted لناس بتتكلم حلو، أو بتكتب حاجات حلوة على الفيسبوك، أو بتعمل يوتيوب جميلة، يا جماعة شوفوهم في الحياة. ما تقول يعني عقلك ممكن يفرز حاجات رائعة، لكن still مثلًا أنت narcissist، أو still أنت مثلًا baby. يعني لإن النضج هو نضج شعور. أوكي؟ حاجة تانية إنه يعني من الحاجات اللي بتعتبر إيجابية جدًا الطلاق على فكرة. فكرة إتاحة الطلاق بتخلّي الجواز له معنى، وبتخلّيه يستمر. بمعنى إنه أنا طول ما أنا حاسس إن أنا مش مُجبر على الشخص اللي قدّامي، ولا اللي قدّامي مُجبر عليّا، طول ما هنعمل إحنا الاتنين effort إن إحنا نفضل سوا. لكن إحنا مشكلتنا إن إحنا أحيانًا في المجتمع بنحوّل الجواز لجواز لسجن ما فيهوش خروج. ما فيش حاجة اسمها كده، يعني ما فيش حد ما بيخرجش من السجن. يعني حتى لو هنتكلم مثلًا عن الناس التجنُّبية مثلًا اللي متدينين، أوكي، يعني هو مش هيغلط، ومش هيروح ينام مع واحدة تانية، ومش هيعمل حاجات غلط، وهيتجوّز، أوكي. الشخص التجنُّبي ده بيتجوّز وبيفضل جوّه العلاقة مش available، بيفضل يعني طالما إن هو مش حاسس بحرية، بيفضل مش available. طبعًا هو محتاج علاج، بس أنا النقطة دي أنا باحاول أقول بيها إيه، إنه إحنا لو حتى حطينا القيد بتاع إن إحنا ما ينفعش نتطلّق، ده مش هيخلّينا موجودين، لإن معظم الجوازات اللي موجودة حوالينا هي جوازات على الورق فقط، مش جواز حقيقي. يعني مش الورقة هي اللي بتضمن إن في علاقة رايحة جاية، أُمّال إيه اللي بيضمن إن في علاقة رايحة جاية؟ الشغل اللي أنا باشتغله أنا وشريكي على إن يبقى في علاقة رايحة جاية. حاجة تانية إن إحنا في أول حياتنا بنبقى طول الوقت بنجري ورا الحب الرومانسي، اللي هو يعني الهرمونات، يعني اللي هو الشوق والرغبة والdesire والكلام ده. الكلام ده يعني بيتحكم فيه مثلًا هرمون دوبامين، أوكسيتوسين. آمم في أي يعني مهمًا كانت العلاقة جميلة وحلوة، مع الوقت الهرمونات دي بتستقر في الجواز. فإحنا محتاجين نفهم إنه الجواز أعلى بكتير من فكرة إن أنا آخد شوية الاحتياجات اللي هي اللي هي بتاعة الdesire، من الdesire والexcitement والكلام ده. الجواز أعلى من كده، الجواز مؤسسة، الجواز شراكة بيدّي احتياجات مهمة جدًا زي الاستقرار العاطفي، وزي البُنى والأطفال وكده. فبرضه إحنا توقعاتنا أحيانًا من الجواز هي اللي بتفشّله. يعني لو بنت طول حياتها هي ما قدرتش تعيش القصص الرومانسية اللي شافتها في الأفلام، فهي داخلة تتجوّز بالعقلية دي. لمّا تلاقي إن الجواز مسؤولية ومواعين وغسيل، وباخد بالي من جوزي، في مسؤولية، وباشتغل، ولازم أكون يعني عندي بقى مهام اجتماعية مع أهل جوزي وأهلي ومش عارف إيه.
بتخلّيها طول الوقت تحس إن هي فقدت الفانتسي اللي كانت في دماغها، فده في حد ذاته يفشل الجواز. فإحنا محتاجين نفهم إنه الزواج كنوع أساسي من العلاقات محتاجين نفهم هو إيه علشان ما يفشلش. أوكي؟ الجواز مش بطبيعته فيه رومانسية، الجواز مش فيه رومانسية، الجواز مؤسسة شركة كأنك بتعمل شركة مع شريك وبتتفقوا كده علشان نصنع فيها هذه الرومانسية، عشان نخلي فيها الديزاير موجودة محتاج شغل، مش هيجي لوحده. ليه؟ لأنه طبيعة الديزاير وطبيعة الاكسايتمنت بتبقى محتاجة فريدم، محتاجة أحس إنه في نوفاليتي. يعني مثلا الحاجة دي أنا بعملها لأول مرة، مش مضمونة، فيها ريسك، exciting، مش الريسك مثلا ان احنا ممكن ما نكملش مع بعض، الريسك ممكن يكون انه انها حاجة جديدة. اوكي، دي طبيعة الديزاير وطبيعة الشهوة وطبيعة السكس. حلو. فاحنا يعني لما يكون السكس في الجواز بيكون scheduled وعارفين هنعمل ده امتى، عشان احنا فاضيين في اليوم ده، عشان العيال نايمين، عشان مش عارف ايه، ده بيقتل كل ده، صح؟ ف فم فمحتاجين نفهم إنه ده غير ده. أوكي؟ فعلشان أخلّي في الspice دي موجودة في الجواز، عشان أخلّي إن أنا الnovelty دي موجودة في الجواز، مش هتيجي لوحدها، محتاجين نعمل شغل، محتاجين إن يعني actively نتفاهم مع الشريك ونتكلم معاه ونعمل مفاجآت ونعمل ألعاب ونعمل، يعني محتاجين نعمل ده عشان تفضل الحتّة دي موجودة في الجواز، وإلا مش هنلاقيها. وده مش معناه إن الجواز وِحِش، ولكن هي دي طبيعة الأمور. فأنا لمّا بابقى فاهم ومتثقف وعارف الحاجات دي، ده بيزوّد احتمالية إنه علاقاتي تنجح. وفي الأول وفي الآخر أنت محتاج تخش علاقة و2 و3 علشان خاطر تفهم نَفْسك. لمّا تفهم نَفْسك ساعتها بتقدر تختار شريك أفضل على فكرة. ف it's the زي ما نقول إيه it's the rule. هو ده اللي بيحصل في الحياة. أول شركاء مش بيبقى الغرض من العلاقة دي إنها تكمّل، الغرض إن هُم الاتنين يكبروا، والأذكى والأشطر اللي بيقدر يخرج من العلاقة دي يفهم نَفْسه أكتر، ويفهم ال الدنيا بتاعته، ويفهم طموحاته، ويفهم هو محتاج إيه، يفهم هو ليه سِكِت هنا. يعني إحنا مشكلتنا إن إحنا بنبقى invested أوي في الآخر، هو ليه سابنا، هو ليه عمل فينا كده، مش بنبقى invested في نَفْسنا إحنا. يعني إيه اللي محتاجين نتعلمه عن نفسنا. فلما تتعلم اكتر عن نفسك تقدر تحسن علاقاتك. محتاجين نفهم الفرق ما بين الديزاير والجواز، وازاي هما مختلفين شوية عن بعض، فازاي نقدر نخلي جوازنا حي وفيه ديزاير، لان هو محتاج شغل مش هيحصل لوحده. وبرضه محتاجين نفهم انه الديزاير والاكسايتمنت والحاجات دي لما بنروح ندور عليها بره اطار الجواز احنا بنبقى هبل. ليه؟ لان هي برضه وانس ان هيبقى في تعود، او وانس ان هيبقى في familiarity، الموضوع ده بيخلص وبينتهي، فبيبقى الشريك الجديد ده شبه الشريك الاولاني، فكان لازمتها ايه اللفه يعني. طبعا الناس بتتعلم الكلام ده بعد ما بتمر، بعد ما بتخسر كمان. يعني مثلا راجل يخسر بيته كده فيفهم ده، فبعدين لو هيعمل علاقة جديدة هيبقى فاهم ان هو محتاج ما يجريش ورا الديزايرز دي، لان هي في الاخر هتطلع مراته زي التانية زي التالتة، هزهق منها بنفس الطريقة، لان الموضوع هرموني في الاصل. فكل ده بيحتاج wisdom، والwisdom بتحتاج experience. طبعا لو عجبكم الفيديو ريت سبسكرايب شير، ولو في نقطة أنا ما اتكلمتش فيها محتاجيني أتكلم فيها أكتر، محتاجين مني أتكلم عن مواضيع تانية، ده هيحصل إن شاء الله. Thank you for watching and see you next time.